في تطور خطير بالمنطقة، شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون. الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي من اليمن في 4 مايو 2025 أصاب 8 أشخاص وأثار حالة من الذعر دفعت العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها فوراً لأسباب أمنية. من أبرز الشركات التي أوقفت رحلاتها لوفتهانزا، دلتا، يونايتد إيرلاينز، إير فرانس، ويز إير، إيبريا إكسبريس وغيرها من شركات الطيران الأوروبية والآسيوية. النتيجة تراجع حاد في عدد المسافرين عبر مطار بن غوريون بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق. ووزارة السياحة الإسرائيلية تعلن عن خسائر ضخمة أكثر من 5 مليارات دولار في السياحة الوافدة و100 مليون دولار في السياحة الداخلية. حتى شركات الطيران الإسرائيلية نفسها رغم أنها زادت رحلاتها بنسبة 25% لم تستطع تعويض الخسائر. ومع استمرار التوترات في المنطقة يتوقع خبراء الطيران والسياحة مزيدا من الخسائر وتعليق الرحلات في الأيام القادمة. هل تعتقد أن حركة الطيران ستعود قريبا إلى طبيعتها؟ شاركنا رأيك في التعليقات.